اهلا بكم حبيبات قلبي في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا البنات، حبيت كامل نحيلكم الحيره تاع حفلات النجاح، تاع الاعراس، تاع حفلات الخطوبه. كما راكم تشوفوا البنات جيتكم بواحد الميني كيك يا البنات، روعه 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 روعه. اذا رايحين تشوفوا تجربوا الوصفه ان شاء الله، ورايحين تشوفوا بانفسكم، ورايحين ترجعوا تكتبوا لي في التعليقات. اذا بثلاث مكونات فقط كما رايحين تشوفوا معايا في الفيديو. واحد الخفه يا البنات، يجي خفيف خفيف اخف من الريشه، يجي من اروع ما يكون، من اروع الوصفات اللي جربت انا. اذا كما راكم تشوفوا البنات، هذا المره راني درت لكم به حاله في القناه، حطيت لكم شحال من نوع، ولكن هذا احسن نوع، احسن وصفه بثلاث مكونات فقط، اقتصاديه. ما حبيتش نجيب لكم وصفه صعيبه. اذا ما فيه لا حليب لا ياغورت لا زيت، كما راح تشوفوا معايا، ويجي ميني كيك من اروع ما يكون. برك حبيبات قلبي تابعوا الفيديو للاخير باش كامل ان شاء الله تنجحوا في الوصفه. انا راح نقسم لكم هنايا، حابه تشوفوها. شوفوا البنات، يجي من اروع ما يكون، خفيف واسفنجي. شوفوا، اذا تاكلوا كي شغل ما كليتوش، يجي من اروع ما يكون. نتمنى حبيبات قلبي تابعوا الفيديو للاخير، خلوا لي جيم للفيديو، خلوا لي كلامكم الطيب اللي شجعني بزاف ويحفزني بزاف انني كل مره نجيب لكم جديد. وتابعوا الفيديو للاخير حبيباتي. نبداو حبيباتي الوصفه تاعنا تاع اليوم. اذا الوصفه تاعنا تاع اليوم البنات راها سهله مهله. اذا بثلاث مكونات فقط، ورايحه تخدمي لا كوموند تاعك، والله اذا كنتي راح تخدمي الميني كيك للبيت. اذا وصفه سهله راح تخدميها في ظرف قياسي بمكونات سهله. كما راكم تشوفوا هنايا البنات، السكر راح نعطيه لكم بالمغرفه، باش هكذا البنات اللي ما عندهمش ميزان رايحين يخدموا الوصفه تاع اليوم بكل سهوله. كما راكم تشوفوا البنات، هنايا عندي 4 بيضات بحراره المطبخ. اذا انا راح نفصل هنايا بسم الله، حنحط البيض هنا في السلادي. لازم البنات البيضات يكونوا بحراره الغرفه. راكم تشوفوا حبيباتي، اذا حطيت البياض هنا، الصفار هنا، راح نحتاجو من بعد راح نضيف هنايا قرصه تاع ملح، لازم القرصه تاع الملح. اذا هو بالنسبه للسكر البنات انا راح نعبر لكم بالمغرفه. اذا كل بنات برك كل بيضه راح تحتاجوا لها 2 مغارف سكر. اذا معناتها انا عندي هنايا 4 بيضات، راح نحتاج 8 مغارف سكر. 8 مغارف سكر، 2 اذا 8 مغارف سكر. وراح نطلع البياض تاعي بالباتور. بسم الله. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اذا باش ما نزعجكمش بالصوت تاع الباتور، اذا تبقاو تخلطوا حتى تتحصلوا على مورانك. اذا راح نشوفوها مع بعض، راح نكمل انا. كما راكم تشوفوا البنات، نتحصلوا على مورانك بهذا الشكل. شوفوا البنات، كي نقلب السلادي تاعي ماهيش راح يتحرك كامل البياض، مش راح شوفوا البنات. اذا هكذا المرانج تاعكم راه جاهز. البنات برك كاين واحد القناه في حطيت لكم الفيديو تاعها في المنتدى. اذا انسانه بزاف هايله، اذا انسانه متواضعه وانسانه ادب واخلاق. اذا تحط روتينات في القناه تاعها، وتحط ثاني طبخ. اذا نتمنى حبيباتي تدعموها، تدخلوا ليها وتدعموها. اذا انسانه بزاف عزيزه عليا. اذا البنات برك اللي يدخلوا لاول مره لقناتي، نتمنى حبيباتي تخلوا لي جيم للفيديو وتخلوا لي كلامكم الطيب. اذا هنا البنات، شوفوا البنات، هذه المرانج اللي لازم هذا والقوام اللي لازم تحصلوا عليه. البنات راح نكملوا بالباتور. كما راكم تشوفوا الصفار راح نزيدوه حبه بحبه. اذا نحط الصفار الاول، وانا راني نكمل في الخلط. اذا دخلنا كامل الصفار في البياض كما شفتوا معايا. هنايا البنات راح نحطوا مغرفه تاع فاني، لازم ما ننساوش الفاني، راح تتغلب على الريحه تاع البيض. اذا نكمل
نبداو البنات نضيفوا في الفرينه. البنات الفرينه كل بيضه حطوا لها 3 مغارف فرينه، اذا المغارف يكونوا معمرين. اذا راح نحطوا هنايا نضيفوا الفرينه بشوي شوي وحنايا نغربلوا فيها الفرينه. البنات راني غربلتها المره الاولى وهكذا راح نزيد نغربلها معاكم هنايا باش تجينا الميني كيك تاعنا يجونا خفاف. اذا معناتها نتوما البنات راح نضيفوا تحسبوا شحال البيض، كل بيضه حطوا لها 3 مغارف فرينه نتوما تضيفوا فيها شوي شوي كما راكم تشوفوا البنات، خاصه المبتدئات. هنايا بالفوي راح نقلبوا من تحت لفوق باش ما نكسروش البياض. هكذا كل مره نزيد هنايا شويه فرينه. البنات راني ضفت المغرف الثالثه، كل بيضه نحطوا لها 3 مغارف. هكذا نذكركم في كل مره باش ما تنساوش، باش تنجح معكم الوصفه تاعنا تاع اليوم. اذا انا راح نضيف بعد ما ندخل الفرينه هذه راح نزيد نضيف 3 اخرين. راح نضيف هنا 1 2 3. المهم البنات مادام عندي 4 بيضات راح تحطوا 12 مغرفه فرينه، نتوما تغربلوا فيها بهذا الشكل وتدخلوها شوي شوي. اذا هنا البنات راني كملت كامل الكميه تاع الفرينه. برك البنات المغارف ما تعمرهمش يكونوا بومبي، لازم يكونوا مسطحين المغارف هكذا باش تجيكم العجينه سوا. كما راكم شفتوا معايا هنا البنات راني ما حطيتش انا الخميره، ب3 مكونات فقط كما شفتوا معايا، بيض سكر وفرينه. بالنسبه للبنات الليمون اللي راح نخدم فيهم هذو اللي شفتوهم معايا في وشحال من وصفه في القناه، خدمت بهم وشحال من نوع ميني كيك في القناه. اللي ما شفتهمش تروح تشوفهم، بزاف هايلين. اذا القطر تاعها البنات هذا الليمون القطر تاعهم 8.5 كما راكم تشوفوا معايا. اذا هنايا كما راكم تشوفوا راني دهنتهم بالزبده بالمارغرين وغبرتهم بالفرينه. هنايا بالنسبه للعجينه تاعي انا حطيتها في لابوش هكذا باش برك يجيني سهل انني نعمر ليمون تاعي كما راكم تشوفوا. اذا ونبدا نعمر في الليمون بهذا الشكل، ونخلو نعمروا الثلثين ونخلو العجينه تاعنا باش تزيد تطلع شويه بهذا الشكل. راكم تشوفوا حبيباتي. اذا خليت عمرت الثلثين وخليت الثلث فراغ باش هكذا تطلع العجينه تاعي. كما راكم تشوفوا البنات نجيبوا البيك فروي هذا وبهذا الشكل الدائري هذا هكذا نديرو في الليمون كامل باش هكذا نخرجوا كامل الهواء اللي يدخل هذا الشكل. حبيباتي الفرن تاعي راني سخنته على اقصى درجه، راح نقصه على 180 درجه وندخل الليمون تاعي حتى نطيب الحلوى ونشوفوها مع بعض. شوفوا البنات الميني كيك تاعنا راني خرجته لسه من الفرن كما راكم تشوفوا راه سخون. وشوفوا البنات كيفاش جانا، شوفوا البنات جانا مرتفع جانا من فوق. اذا راح نخليهم انايا يبردوا من بعد نديمو ليهم. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنا راني بديت نزين في الميني كيك تاعنا. اذا برك ملاحظه البنات بالنسبه للبلا الاول اللي دخلوه للفرن راح يشد لكم ربع 15 دقيقه. اذا تطفوا عليه وتعاودوا تحلوا له من فوق حتى يتحمر. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنايا راح يتنحى لكم بكل سهوله من المول. شوفوا البنات تخلوه برك يبرد شوي فقط، مش تخلوه يبرد ياسر البنات باش الزبده المارغرين اللي دهنا بها المول تبقى سخونه باش هكذا يتنحى لكم. شوفوا البنات يجي خفيف خفيف خفيف، واحد الخفه اخف من الريشه. ما نحكي لكمش البنات حتى نجربوه. اذا وصفه تستاهل بزاف انكم تجربوها. هنا كما راكم تشوفوا البنات عندي هنايا كونفيتور تاع النشماش ولا اي كونفيتور متوفر عندكم. اللي ما عندهاش الكونفيتور تخدم بالعسل، ما عندكش العسل حبيبتي حضري شويه عسل برك يكون خاطر بدهني به الحبه تاعك كما راكم تشوفوا هكذا بالبانسو. تحبوا البنات ما عندكمش الكونفيتور حبيتوا برك تحبوا حاجه اقتصاديه اكثر واكثر، غبروه بشويه سكر غلاس كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. هنايا راح نديه هنايا راح نذرذر عليه كميه قليله كما راكم تشوفوا تاع النواه كوكو. بالنسبه للنواه كوكو البنات انا عندي هنايا النوعيه رقيقه كامل. شوفوا البنات بهذا الشكل. هنا راح نعمر الفراغ هذا بالكونفيتور بهذا الشكل.
اذا وتتحصلوا على اروع ميني كيك كما شفتوا معايا ب3 مكونات فقط، لا خميره ني حليب ني زيت ني خميره. كما شفتوا معايا روعه يا البنات. ونشوفوا الميني كيك تاعنا على مائده التقديم. كما راكم تشوفوا حبيبات قلبي الميني كيك بعد التزيين اللي شفتوه معايا، تزيين بسيط والخفه يا البنات، اخف من ريشه والله العظيم يا البنات. اروع وصفه جربت هذا الميني كيك، هذه الوصفه نتمنى حبيباتي تجربوها. كما راكم تشوفوا البنات يجي يهبل يجي خفيف وكما شفتوا معايا ب3 مكونات فقط رايحين كامل تقدروا تحضروه، يجي من اروع ما يكون البنات. انا ان شاء الله متاكده ان شاء الله رايحين تجربوا الوصفه راح تعجبكم بزاف، ورايحين تعتمدوها خاصه للبنات اللي حابين يخدموا المشاريع. اذا تقدروا تخدموا هذه الوصفه الاقتصاديه راح تخرجكم بزاف. هنا برك البنات راها خرجت لي انا 12 حبه كما راكم تشوفوا، حبات كبار بحجم ايدي. شوفوا البنات حبات كبار لاباس بهم. اذا خرجت لي 12 حبه، وانتم تضاعفوا الكميه على حسب الكميه، تضاعفوا المقادير على حسب الكميه اللي حابين تحضروها. نتمنى حبيبات قلبي اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساونيش بجانب الفيديو مش مشتركين في القناه يشرفوني يا خواتاتي باشتراككم في القناه. برك البنات ملاحظه برك ما نوصيكمش على الفرينه. بالنسبه للفرينه كل بيضه حطينا لها 3 مغارف، لازم ما يكونوش بومبي البنات، لازم يكونوا ممسوحين هكذا باش تنجح معكم كامل الوصفه. نختموا الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. وانتظروني حبيباتي في فيديو جديد. سلام.